إذا مشاهدينا نتابع الآن وقائع بداية أو افتتاح مؤتمر أصدقاء الشعب السوري. كنا نتابع الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام، الذي أكد أن هذا المؤتمر هو للتضامن مع الشعب السوري ولتكثيف الجهود من أجل بحث السبل لتحقيق طموحات الشعب السوري. والآن نتابع كلمة للرئيس السوري الدكتور منصف المرزوق التونسي. أصحاب المعالي الوزراء والوزيرات والأمناء العامون، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني باسم الشعب التونسي وباسم الدولة التونسية وباسمي الخاص أن أرحب بكم جميعا ضيوفا أعزاء في تونس، وأن أتوجه بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة وعلى الثقة التي وضعتموها في بلادنا لاحتضان هذا المؤتمر الدولي الرامي إلى بحث سبل معالجة الأزمة السورية. لقد أنجزت بلادنا ثورة سلمية ديمقراطية وخطت خطوات ملموسة على درب الانتقال الديمقراطي بأقل تكلفة إنسانية. للأسف الشديد هذا ما لا يحصل في سوريا، هذا البلد العزيز على كل قلوبنا لما قدمه من قديم الزمان للحضارة العربية والإنسانية، حيث يتعرض شعبها منذ 10 أشهر لقمع رهيب لم يعرف من قبل، عبر تواصل لأعمال القتل والتعذيب وانتهاك صارخ وممنهج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن تونس التي قامت ثورتها رافعة نفس المطالب التي يرفعها الشعب السوري اليوم في الحرية والكرامة لا تقبل بأي حال من الأحوال شأنها في هذا شأن كل شعوبنا العربية وكل شعوب العالم تواصل المجازر اليومية في كبر المدن السورية وأريافها. وإننا بعد مضي أكثر من 7 أشهر على المساعي الحميدة المتواصلة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة من أجل إخراج سوريا من النفق المظلم الذي تردد فيه، نجد أنفسنا أمام مفترق طرق ولحظة تاريخية تقتضي منا جميعا اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه الأزمة السياسية والإنسانية البالغة الخطورة. إن الوضع المأساوي الذي تعيشه سوريا اليوم هو الذي دفع بنا لهذا الاجتماع للتباحث فيما يجب أن نفعله لإعانة 23 مليونا من البشر لا نرضى لهم بواعز من إنسانيتنا أن يواصلوا تكبد المزيد من القهر والقتل. لكن ما معنى أن نكون أصدقاء لسوريا؟ كيف نستطيع أن نعين شعبها دون خلفية سياسية تجعل من الشعب السوري قطعة في لعبة جيوستراتيجية تهم منطقة الشرق الأوسط ككل ولا دخل له ولا مصلحة فيها؟ أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني أن نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف حجم معاناة الشعب السوري، ومن ثم فأننا نطالب بكل قوة من أصدقاء النظام السوري الضغط عليه للقبول بإيصال المعونات الإنسانية ووقف إطلاق النار، ومن المبعوث الجديد للأمم المتحدة السيد كوفي عنان الذي نتمنى له التوفيق أن يطالب هذا النظام بوقف المجازر باسم الضمير الإنساني، ومن المجتمعات المدنية العربية والدولية والمنظمات والمعنية بالشؤون الإنسانية التجند والقيام بمهمات الإغاثة العاجلة للمتضررين. لكن أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني خاصة أن نكون أصدقاء لكل الشعب السوري بتعدديته الطبيعية التي تشكل ثروته الأولى، وأن نأخذ بعين الاعتبار مطالب الأغلبية في التخلص من نظام استبدادي قمعي فاسد فقد كل شرعية باستهداف مواطنيه العزل
ولا تثير نواياه الإصلاحية بين الظفرين إلا الشفقة والاستهزاء، وأن نأخذ أيضا بعين الاعتبار مطالب الأقلية في ضمانات مشروعة بحيث لا يصبح تغيير النظام قفزة في المجهول يهدد أمنها ويهدد الوحدة الوطنية. أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني أن نحقن أكبر قدر من الدماء، وهذا لا يكون بالتصعيد العسكري سواء تعلق الأمر بتسليح جزء من السوريين ضد سوريين آخرين أو بتدخل عسكري أجنبي من أي طرف كان نرفضه رفضا مطلقا، لأن هدفنا الأسمى هو تجنيب الشعب السوري الشقيق ويلات الصراعات المذهبية ومخاطر الحروب والانزلاق في الفوضى والدمار والتفتيت. لعله ما يثلج الصدر تصاعد الوعي بأنه سيكون خطأ جسيما تصور حل عسكري لأزمة سياسية بالغة التعقيد ولا وجه شبه بينها وبين الحالة الليبية. لذلك تصر تونس على التخلي عن خيار بالغة الخطورة وغير مضمون النتائج لمواصلة الجهد السياسي، وذلك في كنف الأطر المتوفرة وبالأساس الأمم المتحدة والجامعة العربية. أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني البحث عن حل سياسي ولا نراه إلا في النموذج اليمني، أي تمكين الرئيس السوري وعائلته وأركان نظامه من حصانة قضائية ومكان لجوء يمكن لروسيا أن توفره مقابل وقف حمام الدم، وترك الرئيس الحالي منصبه لنائبه ليقود مرحلة انتقالية تشارك فيها المعارضة وتنتهي في أسرع الآجال لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة تعيد لسوريا استقرارها في ظل النظام الديمقراطي والتعددية والوئام بين كل مكونات الشعب الواحد. لمن يعتبر أن حلا كهذا بعد كل هذا الدمار والقتل أمر مناف للعدالة، نقول وهو كذلك، إنه أمر مناف للعدالة، لكننا نعتقد أن الحياة أي حياة آلاف السوريين أهم من كل اعتبار ولو كانت العدالة. أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني أن تساهم كل الأطراف في تفعيل هذا الخيار الذي لا نرى له بديلا آخر غير الخراب والفوضى. ومن أهم هذه الأطراف أصدقاؤنا الروس والصينيين الذين يستطيعون التأثير على القيادة السورية وحثها على أن لا تركب رأسها مواصلة سياسة لا نهاية لها إلا بخراب سوريا وموت من يتعنتون في رفض الواقع على طريقة القذافي المأساوية والمثول يوما فرادى وجماعات أمام المحكمة الجنائية الدولية. كذلك نعتبر ضرورة تدخل عربي تحت مظلة الجامعة العربية في إطار يمكن أن نطلق عليه اسم عملية الأمير عبد القادر مع كل الرمزية التاريخية والسياسية المصاحبة، ونرى هذا التدخل عبر وجود قوة عربية لحفظ السلم والأمن وتقديم المساعدات، على أن يرافق ذلك مجهود دبلوماسي كثيف من أصدقاء العالم العربي هدفه إقناع الرئيس الحالي بالتنحي عن السلطة وترك المجال لانتقال ديمقراطي سلمي. أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني دفع المعارضة السورية للتوحد. إن تونس تدعم الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية من خلال اتصالاته المستمرة مع كافة أطياف المعارضة السورية من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني السوري تحت رعاية الجامعة. وإننا إذ ندعو المعارضة الوطنية السورية إلى التوحد في جبهة ديمقراطية واسعة، فإننا ندعوها أيضا إلى أن تضع في قمة أولوياتها الحفاظ على وحدة الشعب السوري الشقيق بمختلف أطيافه وسلامة ترابه الوطني وتلافي أي إقصاء لأي مكون من مكونات هذا الشعب، وذلك من أجل تهيئة أوفر ظروف النجاح للمسار الانتقالي الديمقراطي لاحقا. ومن ثم
نعتقد أنه من الضروري أن ندفع جميعا هذه المعارضة إلى إيجاد الصيغ الكفيلة التي تسمح لنا جميعا باعتبارها غدا الممثل الشرعي للشعب السوري والاعتراف بها على هذا الأساس. أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني أن نستعد من الآن لما بعد الثورة، أي التخطيط لمساعدة سوريا على اجتياز مرحلة ما بعد رحيل النظام الدكتاتوري، والتي ستتميز بتعطل آلة الإنتاج ووضعية إنسانية بالغة الصعوبة لآلاف الجرحى ولعائلات الشهداء، وهو الوضع الذي لا زلنا نقاسي منه في تونس، ولو أنه لا مقارنة بين ما دفعناه من ثمن باهظ وما يدفعه اليوم الشعب السوري الشقيق. وإذا أردنا لسوريا ألا تغرق في مشاكل ما بعد الثورة بعد كل ما عانته إبانها، فإنه لا بد من التفكير من الآن في مؤتمر دولي لدعم سوريا يساعدها على التعافي الاقتصادي والاجتماعي في أسرع وقت، لأن تجربتنا التونسية علمتنا كم هو صعب البناء فوق الخراب. سيداتي سادتي، هذا هو واجبنا جميعا فلنقم به، لأن مسؤولية حياة آلاف البشر في أعناقنا، وكذلك السلم في المنطقة وربما في العالم. وختاما أجدد الترحيب بكم في تونس، متمنيا لكم طيب الإقامة بيننا، وأدعو الله أن تكلل أعمال مؤتمرنا بالنجاح بما يخدم طموحات الشعب السوري العظيم الذي قدم ولا زال الكثير من أجل حريته وكرامته. رحم الله شهداء الثورة السورية وشفى الله جرحاها، وأعان أشقاءنا هناك على تبين السبيل نحو نظام حكم ديمقراطي يحفظ كرامتهم ويحمي وحدتهم ووحدة وطنهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.